السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهارد لك للنادي الأهلي بعد الأداء العالمي في بطولة كأس العالم للأندية. الأهلي يا جماعة النهاردة اللي بيخسر بسبب الحكم البولندي اللي هو اسمه مارتشناك، اللي كان عليه آمال كبيرة إن هو يبقى حكم عادل. حكم المفروض يبقى عادل، مش هقول لك مثلا أنت إيه يعني جاي من الأهلي، لا أنت المفروض حكم جاي كنت محجم نهائي دوري ابطال اوروبا، يعني حكم عندك خبرات. ولكن في المباراه دي كان باين قوي ان انت حكم دون المستوى، كان باين قوي ان انت حكم جاي جدا على النادي الاهلي في عدم احتساب ضربتين جزاء لمحمود عبد المنعم كهربا، واحده تقريبا في الدقيقه 5 او الدقيقه 4، وواحده برده في الدقيقه 73 عدم احتساب ضربتين جزاء. او حتى ارجع للفار بص، ارجع حتى للفار بص، لكن انت كنت بتحس انت مكسل تمشي، مش عايز ترجع. عندك تعليمات مثلا الاهلي المصري ما يصعدش، ممكن يكون هم عايزين يعملوا نهائي بين السيتي وفيرامينتس، مش عارف. لكن الحكم النهارده يا جماعه اللي من اول دقيقه اصلا، من اول دقيقه بادئها معاك ان هو سايب لعيبه فيرامينتس تكسر في لعيبه النادي الاهلي حرفيا. في اول 10 دقائق تقريبا وقع 4-5 لعيبه من النادي الاهلي وضرب بالكوع في الوش والدكتور ينزل، يعني كانت مصارعه مش كوره. يعني انا شايف النهارده الحكم مش عارف يسيطر على المباراه. الحكم النهارده كان المفروض ان هو يبقى حكم عالي، ولكن بادائه انا شايف ان هو حكم دون المستوى. شايف ان هو حكم الصراحه ما يليقش بالمناظره دي، ما تليقش فعلا بالمناظره دي. انت حتى كنت المفروض ايه يعني، مش عارف اقول لك ايه، انت اصلا يعني انت مش عارف تظبط الماتش، سايب لعيبه فيرامينتس تضرب في الاهلي. في الاخر تقريبا اديتهم انذار واحد بس في اخر الشوط الاولاني تقريبا. ده النهارده كينو داس عليك لاكرم توفيق، كان ممكن يجيب له اصابه ولا حتى قال له سلام عليكم، سايبه كده. ففعلا يا جماعه الحكم ده انا شايف ان هو من الاسباب الكبيره اللي خسرت النادي الاهلي. تاني سبب بقى يا جماعه معانا وهو اهدار الفرص للنادي الاهلي. الاهلي النهارده يا جماعه كان الاهلي اللي احنا عارفينه من فتره ان هو بيعمل فرص كتيره وبيضيع. وانا النهارده وانا بتفرج على الماتش من كميه الفرص النادي الاهلي ضيعها، يعني النادي الاهلي عمل ماتش عالمي. والله يا جماعه النادي الاهلي عمل ماتش عالمي واحرج فريق فيرامينتس في الشوط الاولاني، وكان ممكن يطلع لو استغل الفرص 3 مستريح، لو استغل الفرص. ولكن الاهلي مش عارف ماله. حسين الشحات اناني بمعنى الكلمه. حسين الشحات بيفكر في نفسه على مصلحه الفريق، ودي غلط جدا. انت المفروض بتلعب ماتش جماعي، المفروض انت مصلحه الفريق الاول بعد كده انت. وكهربا بيضيع برده فرصتين، وبيضيع كرة في 6 ياردة، وبيرسي تاو بيتاخر في التصرف، بيضيع فرص كتيره. ولكن يا جماعه انا شايف ان برده من الاسباب الثانيه خاصه النادي الاهلي المباراه دي، وهي مشكله اهدار الفرص اللي الاهلي كان عامل ماتش عالمي قدام الاتحاد، وكان نسبه استغلاله للفرص واصله ل 70%، يعني نسبه استغلال الفرص عاليه. ودي كانت اهم قوه من قوه النادي الاهلي امام فريق الاتحاد، ان هو عرف يستغل الفرص صح، فخلص الماتش بدري فريح نفسه. لكن انت في الماتش دون قعدت تضيع كوره كتيره. يعني انت بخلاف الضربه الجزاء المشبوهه اللي فريق فيرامينتس خدها، اللي انا مش شايف ان هي ضربه جزاء خالص. بيرسي تاو بالعكس، ده بيرسي تاو باين قوي ان هو بيلعب على الكوره، ومارسيلو كان اصلا مارسيلو مش يجري. يعني مش هقول لك مارسيلو وقع، مارسيلو اصلا مش يجري، تحس ان هو قلب على عبد الله جمعه. يعني اتفرج النهارده على مارسيلو انا حاسس ان هو مش موجود اصلا في المباراه، ولكن هو ظهر خد ضربه جزاء مشبوهه برده يا جماعه. مش عارف الحكم حسبها ايه، حسبها على طول. خلي بالكم الحكم حسب ضربه جزاء من غير ما يفكر ولا يقول لك مثلا ايه شوف الفار ولا اي حاجه، لا حسب ضربه جزاء على طول. اللي هو ايه، هو عارف هيعمل ايه. انا حاسس ان هو عارف هيعمل ايه، ولكن برده مش عارف هو دماغه كانت فيها ايه. بعد ضربه الجزاء يا جماعه النادي الاهلي عمل بعد ضربه الجزاء بالظبط فرصتين لكهربا، كهربا ضيعها بطريقه غريبه، وبيرسي تاو الجون فاضي على راسه، جون واسع قدامك من اي زاويه بيشوطها في ايد الحارس، وطاهر ينزل يضيع كوره كانها ضربه جزاء في ايد يشوطها في ايد الحارس. برضه يا جماعه النهارده الاهلي ولاعيبه الاهلي يتحمل مسؤوليه كبيره. يعني الحكم يشيل كتير، ولكن انت لو كنت سجلت كنت ريحت دماغك من اي حاجه ممكن الحكم يعملها. لكن لعيبه الاهلي هي تتحمل جزء برضه. الحكم هو ليه ايه نصيب الاسد في هزيمه النادي الاهلي، بعد كده اللعيبه، بعد كده برضه كولر بيغير تغييراته. يعني انت يا عم كولر شايف الفريق بدا يقع بدنيا في الشوط الثاني، راح تاجل التغييرات لحد دقيقه 76، نزلها بدري شويه، كنت نزل طاهر وقفشه وكريم فؤاد بدري شويه. ولكن برضه تحس ان في المباراه دي ايه اللي هي قفلت. ولكن يا جماعه رغم خساره الاهلي بنتيجه هدفين مقابل لا شيء، لكن الاهلي عمل بطوله عالميه. الاهلي النهارده اصلا عمل ماتش عالمي، ناقصه بس اللمسه الاخيره. اقول لكم برضه يا جماعه اي حاجه بمناسبه الفرص. الاهلي النهارده عمل 18 فرصه محققه على فريق فيرامينتس، منهم 9 فرص بين الثلاث خشبات. والغريبه ان ال9 فرص بين الثلاث خشبات مفيش واحده فيهم دخلت. فدي برضه يا جماعه نقطه برضه نتكلم عليها. ولكن انا مش عارف اقول ايه يا جماعه، ان النادي الاهلي النهارده هو خرج مرفوع الراس، خرج قدام العالم كله ان هو مظلوم تحكيميا. الاهلي النهارده ما كانش يستحق الخساره خالص. النادي الاهلي النهارده يا جماعه شايف ان هو كان هو اللي يستحق الصعود بدل فيرامينتس، اللي انا شايف ان هو مش فريق قوي. يعني انا شايف ان هو مش فريق مرعب ولا فريق حاجه، ده اصلا انا شايف ان هو لولا الحكم ما كانش هيكسب الاهلي.
في الاول وفي الاخر هارد لك للنادي الاهلي، يعني عمل بطوله عالميه، شرف الكره المصريه وشرف الكره الافريقيه، وخلى العالم كله يركز مع الكره الافريقيه والكره المصريه بعد الاداء العالمي اللي عمله النادي الاهلي. في الاول وفي الاخر يا جماعه هارد لك للنادي الاهلي. النادي الاهلي انا شايف ان هو خرج بفعل يعني النادي الاهلي ما يستحقش الخساره خالص، ولكن هي الكوره كده، هي تحس ان هي باكج كده، انت ضيعت فرص، قفلت الماتش على نفسك، الحكم بيكمل عليه، فرامين سجل الهدف الاولاني عن طريق ضربه الجزاء المشبوهه. بعد كده في نهايه المباراه نتيجه طبيعيه ان النادي الاهلي بيتقدم، في مرتدات حصلت، فريق فيرامينز نجح ان هو يسجل الثاني. برده يا جماعه الشناوي كان شايل كتير برده، وفي ضربه الجزاء الشناوي كان هيجيبها، لكن هي كره كانت قويه جدا. في الاول وفي الاخر هارد لك النادي الاهلي. النادي الاهلي عمل بطوله عالميه على الرغم من ظلم التحكيمي، ولكن في هارد لك لكل الاهلاويه. فبس كده يا جماعه، في الاول وفي الاخر ده قرار شخصي لاي حد. تاني كلمه مفتوحه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.